في ناس كتير قوي مدربين بيتلخبطوا في الجزئيه دي، وهو انه بيكون فاهم الحركه بس ومش فاهم الحمل بيتنقل ازاي. يعني ايه؟ يعني مثلا عضله الباي بتعمل وظيفه اللي هي اسمها البو فليكشن، التراي بتعمل وظيفه اللي هي اسمها البو اكستنشن. ليه وانا بلعب باي وبعمل البو فليكشن في اكستنشن الباي هي اللي شغاله والتراي برده مش شغاله؟ ايوه مقاومه. فايه اللي بيحصل؟ انا هنا البايسبس عندي هي المسؤوله عن فرمله الوزن ان هو ينزل بسرعه. انا لو انا دلوقتي جيت سبت الوزن مره واحده، الوزن هيطلع لفوق ولا ينزل تحت؟ ينزل تحت صح؟ ودي اللي اسمها ايه؟ العده السلبيه. هنا بقى وانا بلعب على عضله البايس انا بعمل عمليه استطاله للعضله وهي لسه عليها مقاومه. يعني انا لو سبت الوزن هيقوم ياخد دراعي ويقوم نازل لتحت. فهنا دلوقتي انا ايديا بتعمل المقاومه في عضله الباي، فستيل عضله التراي ما تشتغلش. لان انا لو سبت الوزن ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كده. اصلا عضله التراي مش محتاجه تعمل مجهود عشان تنزل الوزن لتحت، هو اصلا هينزل لوحده. اديك مثال تاني، هي تمرينه التراي وانا بلعب تراي كده، التراي شغاله. طب وانا نازل كده بالوزن الباي شغاله؟ طب ليه التراي شغاله؟ ليه بنحس بالتراي عليها حمل كبير جدا؟ ده بالعكس بتحس ان هي اصعب، عشان انت شغلت التراي في الاسنتريك كونتراكشن، في وضعيه الاستطاله اللينثنينج بوزيشن. لو انت نازل هو ستيل في مقاومه. التراي لو الحبل بتاعها فلت الوزن هيقوم نازل كده. يبقى انا عندي وانا ببص على علم الحركه وبشوف الحركه هي بتحصل ازاي، لازم اكون شايف الوزن ده انا لو فلتته من الوتر اللي هيريح، ابص على الحمل هو بيتنقل ازاي.